السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا وفيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا اداها لنا. الحمد لله والشكر لله والصلاة على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله. صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نص كيلو فول، ودي نص كيلو فول بس احنا بنينه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الفولة اللي هي العادية مش البلدي. اللهم صل على النبي. وحطيناها عايزة ما تاخدش وقت في البلد، تحط عليه مية مغلية وتغيريه مرة واثنين وثلاثة طول ما انت واقفة في المطبخ لحد ما ميته زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. وهنبدأ بقى ايه نعمله مع بعض. ودي حليب، كيلو حليب وحطيناه يغلي. اللهم صل على النبي. وهنعمله ايه زبادي، لزوم السحور الفول والزبادي. يبدأ بقى يغلى هو، وقبل ما يغلي هدني ايه اقلب فيه مرة واثنين وثلاثة قبل ما يغلي. اللبن كده او الحليب غلي، هنسيبه يبرد لحد ما يوصل درجة الحرارة اللي احنا عايزينها. وهنا الفول اهو حطيناه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول الغليان مش هضيف له اي اضافات لما ياخد غلوتين ثلاثة كده في المية عادية هي. وهغطيه في حلة عندك قدرة الفول اللي هي الفوالة. حط، اما انا هعمله النهارده في حله صغيره كده نص كيلو في الحله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دلوقتي اهوت بدأ يغلي ما شاء الله. واي شوائب زي دي كده هبدأ ايه بالراحه كده اشيلها اهو بالمعلقه. من وقت للتاني يعني ايه عشان على فكرة الموضوع النجع قبلها بيزود يعني ايه بيسرع عملية السوا. ما شاء الله. على فكرة الفولة يعني غلوتين اهوت وما شاء الله اهي. بدأت تتهرس معايا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. والحليب بتاعنا هنشوفه بقى برد، يعني مش عايزين نبرد، عايزينه زي دمعة العين كده. دمعة العين يعني ايدك تطيبه، لا هو بارد قوي ولا سخن قوي. نعمل بقى ايه الزبادي. حطينا معلقة ايه القشطة اللي هي كانت على وش اللبن. ممكن تضيفي كمان لو حابة الزبادي يبقى دسم اكتر من كده. على فكرة هو اللي احنا هنعمله ده مجرد للزبادي اللي نازل. ده معلقتين كريم شانتيه، كريم خام. وهضيف له برضو بعد ما ضفت المعلقتين دول اهو هضيف حليب بودرة معلقتين برضو كبار. وهضيف علبة زبادي اهو، علبة زبادي، علبة صغيرة للكيلو الحليب.
وهضيف نص كمية الحليب ديت او كوباية منها في الخلاط عشان امزج الخليط ده كله فيه. بعد ما ضفت كل الخليط ده في الخلاط هضيفه للحليب بتاعنا. صبنا كده الزبادي اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده عملنا حطيناه في العبوات اللي هي عايزه. بعد كده هنبدا نغطي عليه ونغطيه، مش هنحط ولا ميه ولا نحط في ماكينه ولا نحط في فرن. هقول لكم عليها هنحط دلوقتي. هنسيبه كده على الرخامه ونغطيه بحته فوطه سميكه ونسيبه بقى. انا عاملاه دلوقتي بالليل، هصبح الصبح ان شاء الله باذن الله اشوفه هو تماسك ولا لا. الفول بتاعنا بدأ المية بتاعته تخش اهوت، ما شاء الله ولا قوة الا بالله، وبدأ يستوي. على فكرة مية بتغلى هي جنب التزويد عشان ازودها. كده انا زودته، هبدأ اضيف شوية اضافات للفول بعد ما غلي غلوتين اهوت وجرب يستوي، وهبدأ اضيف له شوية اضافات ان شاء الله باذن الله. اول اضافه هضيفها له شويه فول مدشوش. تاني اضافه ليه اللي هي العدس، شويه عدس اصفر. ضفت العدس الاصفر اهو والفول، وابدا بقى اقلب. ده اول لسه هضيف طماطمايه وفصل ثوم. سيبهم يغلوا وحط عليه بحطين فول مدشوش وعدس وطماطمايه قطعناها اهو وفصين ثوم. وهنسيبه بقى يكمل سوا. على فكرة هو استوى، بس السوا بقى بسم الله ما شاء الله. بقى هرس ازاي ما شاء الله ولا قوة الا بالله. سيبه بقى يغلي مع الحاجات والمكونات دي اهي. لازم تعملي حاجة تفرق عن الفول اللي بيطبع بره في النفس وفي كل حاجة. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. وتزوديه قيمة غذائية برضه لما تحط له عدس وتحط له جردين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده بقى الزبادي احنا غطيناه اهوت، لسه الاتنين دول هجيب لهم غطا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهدفيهم بفوطة تقيلة، بطانية اطفال عندك حاجة سميكة، وسيبيها على الرخامة كده. سيبيها على الرخامة لحدات ان شاء الله باذن الله. انا هصبح الصبح يعني هتبقى ابص عليه او نشره، وبعدين اللهم صل على النبي هنشوفه في الاخر. مستعجله ومش عايزاه ياخد وقت. ولعي الفرن، فرن البوتاجاز 10 دقايق وسيبيه، وروحي طفيه وروحي حاطه الصينيه دي كده. بعد ما تطفي الفرن تحطيه في قلب الفرن وتسيبيه برضو ساعتين 3 وبعدين تشوفيه بدأ يغلي اهو. نغطي عليه البوتاجاز. بصلتين بقى اهما او بصلة كبيرة على حسب ما بتحبي. ومعلقة سمن ونبدأ بقى نعمل طبقنا الفول. حطينا طماطمتين عشان نجهز طبق الفول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد ما الطماطم عملت مع البصل ضفنا لها الفول، والفول هرسناه كلاته في الحل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
شوية فول ما شاء الله ولا قوة الا بالله، كهرمان ما شاء الله. بعد ما تخلصي الفول تضربيه في الخلاط، يا تضربيه بالهند باللوبر في قلب الحلة، وبعد كده تعبيه. بتعبيه في اكياس زي دي كده، وتحطيه في الفريزر وتطلعيه مهروس جاهز، من غير ما تقعدي تتعبي نفسك تفرغيه. يا دوبك على التسخين، تعملي في صلصة، تعمليه زي ما بتعملي بقى وزي ما بتحبي، يبقى جاهز على طول في الفريزر. يعني مش هيقعد طول شهر رمضان، هما كل 5 ايام بس هيوفر لك في الوقت. كل 5 ايام تعملي لك نص كيلو زي ما انا عملت كده. النص كيلو عمل لي كمية ما شاء الله الله اكبر. البهارات بقى ما شاء الله ولا قوة الا بالله، احلى طبق فول ما شاء الله. طبعا رشة البهارات بتاعتنا وكده اهوت بقى عصرة ليمون، البهارات كمون وكزبرة، بهارات مشكلة. بس قوام الزبادي ما شاء الله ولا قوة الا بالله اهو. لا فيه شرش ولا فيه حاجة، ومتجانس وكريمي كريمي كريمي اهو. اهم حاجة تبقى واثقة في الحليب اللي انت هتستخدميه. واللهم صل على النبي. اشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، برعاية الله وحفظ الله.